الاسعاف الدوليه والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان واللي التحقوا بها الاطر العليا والمجازات في الرباط. كلمه حول هذه الوقفه. بغض النظر عن من دعا، هذا يوم عالمي للمناهضه بالتعذيب، والذي نتمنى في يوم ما ان نصل الى يوم العالمي للوقايه من التعذيب. ثلاثه المطالب بالنسبه لي مركزيه. المطلب الاول هو ضروري انه الحكومه ان تأذن طبقا لمقتضيات ديال الاتفاقيه الدوليه لمناهضه التعذيب الى التصريح الى حق اللجان الامميه سواء في الاختفاء القسري او التعذيب، الى قبول الشكايات مباشره من طرف المواطنين او من الضحايا او ذويهم. هذا الجانب. الجانب الثاني، هذه مرت الان سنه ونيف على المصادقه على الاتفاقيه. اذا الاجال ديال احداث الاليه الوطنيه المستقله قد انصرم. اذا نؤكد على ضروره انه هذه الاليه تخرج للوجود. النقطه الثالثه مهمه جدا ايضا، وانه ندعو الحكومه الى الكف عن الترهيب الفكري فيما يتعلق بالوشايات الكاذبه التي توجه ضد المشتكين ضد التعذيب، لانه هذه الاليه من شانها انها يعزفوا المواطنين باش يلجؤوا للقضاء، والحال انه هذه الثقه ما بين المجتمع وما بين القضاء لم تتم بعد بما يسمى بالمصالحه بين القضاء والمواطنين. اذا هذه الوشايه الكاذبه هي سلاح سلبي لن يفيد بناء دوله الحق. شكرا. شكرا لك.